هذول الأصحاب هربوا من مدرستهم يا كانهم ما تلاو يقراوا يا غير واحد في الجزيرة ما فيه أي شخص، وأهلهم عدلوا لهم جنازة شاكينهم غرقوا في البحر. حروب الفاشل جروا قبل المتابعة وصلوا على النبي. بسم الله نبداو المقطع. في عام 1965 وفي مملكة تونغا واللي في نص المحيط الهادي كان فما 6 أصحاب يقراوا في مدرسة كاثوليكية، يعني كيف المعهد عندنا احنا يا غير، خاصة بالنصارى. ساكنين فم وعايشين حياة كانت بالنسبة لهم مملة، كل نهار يقراوا وفي الليل يرقدوا بالعجلة ويوعوا الفجر يقراوا. أصحابنا ذو ما عجبهم الوضع، وخاصة أكبر واحد فيهم واللي اسمه سيون، واللي اقترح عليهم أنهم يهربوا، والجماعة كاملة وافقت وبدون تردد. وكانت خطتهم أنهم يهربوا عن طريق البحر ويقيسوا جزيرة فيجي واللي كانت قريبة من الجزيرة اللي هم فيها. وبالفعل وفي الليل وبينما الطلاب والأساتذة راقدين هربوا أصحابنا ذو ووصلوا للميناء. ولين وصلوا فما كان عندهم قارب، فقرروا على أنهم يسرقوا قارب شيباني كان بينهم عاش من المشاكل، واتجهوا لجزيرة فيجي. وبينما الجماعة ماشيين نعسوا وهم وصلنهم طابين على رقاد في الوقت، وبالطبع طاحوا واحد ورقدوا وخلاوا القارب صوقوا الريح حرفيا. والمخيف انهم جاتهم عاصفة في الطريق وعاوا منخلعين، وعادوا بدل من يوجهوا القارب في اتجاه الجزيرة عاد كلهم اطم عليه يكرد القارب لا يطيح. فات العاصفة وجا الصبح والوكيل اللي كانوا قابضين عاد فارق، وبعد يومين من ذي الرحلة واخيرا شافوا جزيرة ما هي بعيدة منهم. قاسوها ومنين جاوها شكوا انهم جاوا لجزيرة فيجي وكانوا فرحانين. يا غير الفرحة ما تمت بسبب على انهم ما جبروا اي شخص ساكن فم، والمصيبة الاكبر انهم قاربهم ساعة عن يربطوه ومشابه البحر، وعاد واحدين على الجزيرة ياكلوا لا السمك اللي يجبروا على حاشية الجزيرة ويشربوا ماء جوز الهند. والله الصحاب. وبعد أكثر من 15 شهر وفي عام 1967 شاف سيون قارب واخذ من أحذاهم. يا غير الشخص اللي في القارب ما كان شايفهم، مباشرة رصف في البحر وعام باتجاه القارب. ومنين وصل وركب على القارب جبر القبطان رافد مدفع ومصوب باتجاهه، شاك على انه شخص بدائي. يا غير صدم من سيون انه يتكلم بنفس لهجته وقال له انا واحد هون ومعايا 5 اشخاص ولنا ياسر واحدين هون. ومن زين حظ الشباب انه اللي جبروه راجلين قالوا بيتر صياد ومخرج افلام، رجعهم لقريتهم وجبروا اهلهم فاتوا عدلوا لهم جنازه شاكين على انهم شاوا في البحر. بيتر عدل من قصته الشباب فيلم وثائقي، واللي لولا الله والله هو الله اعلم ايش كان له يخلق لهم. وبهذا نعود وصلنا لنهايه مقطعنا اليوم. اذا وصلت معنا لهون لا تنسى تعطينا رايك تحت في التعليقات، دير قلب متابعه وصلي على النبي، وبدنا نعود وعرفنا على